السلام عليكم ورحمة الله. خسر الزمالك يا رجالة، بس ما طلعش من البطولة. مباراة سيئة جدا، مباراة كل حاجة فيها وحشة الصراحة. أي حد يطلع لك إيجابيات من الماتش ده يبقى راجل متفائل جدا يعني. بداية من مباراة، أرضية الملعب وحشة، إصابات الزمالك وغيابات الزمالك وأداء الزمالك، كل شيء كان وحش. كل شيء النهاردة كان سيء بصراحة في المباراة. الزمالك طبعا بدأ بثلاث تغييرات كده، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني منهم اتنين في خط الوسط. شفنا أحمد حمدي وشفنا يوسف وائل الفرنسي، وشفنا كمان الإصابة بتاعت محمد صبحي ونزول المهدي سليمان. دي إصابة ما أثرتش بصراحة من وجهة نظري. التلات حراس بتوع الزمالك، التلاتة مفهومش واحد تقول إن هو ده حارس الزمالك الأول وإن هو ده اللي مينفعش يقعد دكة وبتاع. عادي، التلاتة لما بيلعبوا بيبقوا كويسين. آدم كايت كان نجم الفرقة الفترة اللي فاتت، إصابته طبعا مؤثرة جدا. أحمد حمدي لسه بيرجع ولسه بيحاول. في ناس بتقول ليه مثلا يوسف وائل مكان محمد شحاتة. محمد شحاتة لسه راجع من إصابة برضه. فبصراحة متعرفش تجيبها منين ولا منين، يعني متعرفش حتى تلوم على معتمد جمال. لأن ما بين كل الفرق، الزمالك النهاردة كمية الغيابات خلاص خلت حتى الدكة مفيش يا جماعة بره غير لاعب واحد كبير اللي هو محمد شحاتة. الباقي كلك ناشئين. خلي بالك انت بتقول لاعب كبير، اصلا محمد شحاته يعتبر يعني السنه اللي فاتت مثلا انت بتقول ان محمد شحاته لسه مطالب منه ان هو يثبت نفسه لان هو لسه جاي الفريق جديد وكده. فانت بتتكلم ان حتى اللعيبه اللي هي كانت في العادي دكه او لسه ما اثبتتش نفسها قوي بقت نجوم في الفرقه دلوقتي، لان ما عادش في غير ناشئين اصلا. فالموضوع بقى صعب قوي على معتمد جمال. ما احناش عارفين هيعمل ايه، صعب انك تلوم عليه بصراحه. الزمالك كمان في المباريات اللي زي دي اللي بيبقى الاداء فيها او الملعب فيها وحش قوي كده، انت مطلوب منك ان انت تسجل من نص فرصة. الزمالك يا جماعة الماتش ده سدد 8 كور على الجون، ما سددش ولا واحدة في اتجاه الجون، ودي مشكلة كبيرة بصراحة من وجهة نظري. لأن في ماتش زي ده انت محتاج كورة هتكسبك الماتش. فريق زيسكو ده يا جماعة الفرقة دي ما كسبتش ولا ماتش، الفرقة دي حصلت المجموعة. ودي مشكلة ان انت الفرق اللي زي دي بتبقى مطالب ان انت تكسبها على أرضها. فالزمالك راح عايز يكسب فرقة على أرضها بس ما عندوش مقومات ان هو يكسب حقيقي. وكان مطالب منه ان هو يستغل انصاف الفرص. انصاف الفرص دي جات لمحمد اسماعيل مرتين، في الشوط الاول مره وفي الشوط التاني مره بتسديدات من بره المنطقه، بس الراجل شاطها بره. عدي حتى الكرة اللي حاول يرقص فيها وبتاع، كرات بصراحة قليلة. يعني صعب ان انت تقول ان الزمالك، يعني باستثناء كرة حسام عبد المجيد اللي كانت في اخر الماتش اللي جت في العارضة، صعب ان انت تقول للزمالك فرص حقيقية في الماتش يعني. ان شاء الله تتعوض. ترتيب المجموعة: كايزر تشيفز الاول دلوقتي 10 نقط، الزمالك التاني 8 نقط، المصري 7، وفريق زيسكو 3 نقط. الزمالك كده كده سواء كان اتعادل او كان كسب كان هيبقى برضه او لا، طبعا لو كان كسب كان هيعدل من مواقف كتير. بس انت كده كده كنت مطالب بالمكسب في الماتش الاخير قدام كايزر تشيفز. ان شاء الله الماتش على ارضنا، وان شاء الله يكون بعض اللعيبه اللي غايبه رجعت، لان الزمالك عنده كميه غيابات مش طبيعيه. في كلام كتير على موضوع البرد اللي بيجي للعيبه ده، هل فعلا هم جاي لهم برد ولا هم مش عايزين يلعبوا؟ انت اصلا ما تعرفش حتى تلوم عليهم لو هم مش عايزين يلعبوا، لان اللعيبه ما بتاخدش فلوس. والوضع بقى سيء جدا، يعني مش عارفين بصراحه الوضع هيودينا لفين. اتمنى ان المشاكل حتى تحاول تخف شويه. من الأخبار الكويسة إن الزمالك هيلعب الماتش الجاي، كايزر تشيفز ده هنلعبوه هو ماتش سموحة. هنلعبوهم في استاد هيئة قناة السويس، وده ملعب نضيف. واحنا يعني في فرق بصراحة، أدائنا قدام كهرباء الإسماعيلية غير أدائنا هنا النهاردة. الملعب برضو لما بيبقى نضيف بيساعد اللعيبة الحريفة شوية. النهاردة في لعيبة كتير أوي في الزمالك ما كانتش في حالتها. أحمد شريف، ناصر، عدي الدباغ، كل دول ما كانوش في حالتهم. احمد الخضري رغم ان هو اتسبب في ضربة الجزاء بس هو برضو كان كويس النهارده، ما كانش وحش. والراجل كان مفتاح مهم للزمالك. محمد ابراهيم اتصاب الباك اليمين، يعني عارف حتى اللي هو ايه، الدكة نفسه بقى بيتصاب، الناشئ بقى بيتصاب، فالدنيا بايظة يعني. حتى احنا محتاجين على فكرة ان الناس اللي غايبة دي ترجع، لان الناس اللي بتلعب يعني خلاص الارهاق دمرها بصراحة. وبدأ ان اللعيبة فعلا مش قادرين حتى يقفوا على رجليهم. مش عارفين ايه الدنيا هتمشي ازاي بعد كده. اعتقد ان مع عودة شوية بنتائج، مع عودة فتوح، مع عودة عبد الله، الناس دي حتى لو رجعت انت فاهم يعني تخف شوية ضغط على اللعيبة، غير ان هتدي تقل شوية للفرقة. مش عارف. النهاية احنا خسرنا ماتش ولكننا ما خسرناش البطولة لسه. لسه في امل ان احنا نصعد ان شاء الله الماتش الجاي. اتمنى الفيديو يعجبكم، ومتنساش تسيب لايك وكومنت. والسلام عليكم.